السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس سمير رجب يحييكم من شركة جرين جولد. تحياتي للجميع. النهاردة بنعرض لحضراتكم العجول الهولستاين الألماني البيور الرضيعة. مش مهم ان انت تشتري العجل وخلاص، اهم حاجة في العجول الهولستاين الرضيعة العجل بيكون ازاي، وحجم العجل والحيوية بتاعت العجل دي اهم حاجة في الموضوع. طبعا النهارده احنا عندنا العجول بتخضع لعدة خطوات صارمة، من اول العجل ما يكون جنين في بطن الام وقبل الولاده ب3 شهور بنديله كافة التحصينات اللازمة للاربع فيروسات المسببة للاسهال، ودي اخطر حاجة على العجول الرضيعة. تمام. وبعد الولاده طبعا بنديله جرعات تنشيطية عشان خاطر تاخد عجل النهارده يكون قادر على تحمل الجو وعلى الامراض ومحاربه الامراض. طبعا عندنا العجول الهولستاين الرضيعه عمر يوم الى عمر شهر، وعمر شهرين، وعمر 3 شهور. كل طبعا عمر بيبقى ليه سعره على حسب طبعا عمر يوم بيتحدد وايام الرضاعه بتتحدد، فبنحدد سعر العجل على هذا الاساس. في ناس بتبقى عندها افكار حلابه عاوزه تاخد تحمل عليها عجول، في ناس طبعا ما عندهاش ابقار حلابه بتشتغل على اللبن الصناعي اللي هو اللبن البودره، اللبن الفرنساوي عالي الجوده مثلا كمثال اللي احنا بنستخدمه. طبعا اللبن الفرنساوي الشكاره 25 كيلو. الشكاره بتكفي العجل 75 يوم بمعدل 3 كيلو في اليوم. 3 كيلو طبعا لبن ببودره حليب. الكيلو اللبن البودره بيتحل على 8 لتر ميه، يبقى 8 لتر زائد كيلو بيدينا 9 كيلو. ده بيرضع لي 6 عجول في الوجبه الواحده، يا اما وجبه الفطار يا اما وجبه العشاء، بمعدل كيلو ونص لكل عجل. كيلو ونص 6 عجول بيدينا 9 كيلو حليب ان شاء الله. تمام. طيب احنا النهارده عشان خاطر بنستخدم اللبن الصناعي، اهم حاجه في الموضوع في عمليه اللبن الصناعي والرضاعه الصناعيه هي النظافه والكيميكال، تطهير الادوات اللي انا بحل فيها اللبن، او المضرب اللي انا بقلب به اللبن، او الجرادل اللي انا بحط فيها زي ما انتم شايفين كده. الجرادل اللي لها ستاند بتتعلق على اي مكان لو كان عندنا بوكسات زي كده، او بنعلقه على الحوائط حسب ما انت الحاله تسمح عندك. طيب احنا عندنا عجول ما بعد الفطام اوزان 80 و85 و90 كيلو الى غايه 110 120 130 كيلو برضه ما بعد الفطام، اللي هو طبعا مش عاوز يرضع وعاوز يدخل على العلف على طول برضه متواجد. عندنا نسيات من عمر 5 شهور الى غايه 10 شهور و11 شهر. انواع النتايات المتوفره عندنا هولشتاين مونبليار واثنين سيمنتال فقط. ممكن تاخد القطيع على بعضه هم 12 عجله هيظهروا في اخر الفيديو، او تاخد حاجه منهم برضه حسب الطلب بتاع حضرتك، وكل حاجه بتحدد سعرها على حسب العمر بتاعها. نتكلم النهارده ازاي بنتعامل مع العجول الرضيعه لو في حاله ان انا هرضع لبن صناعي. اول حاجه تجهيز المكان وتطهيره تماما بفورمالين 10، وبعد كده بنبتدي نرش جير في الارضيه وقش رز نضيف، وبنستقبل العجول على دراكسين 1 سم دراكسين لكل عجل. وبعد كده نبتدي نديله نص لتر محلول معالجة جفاف كاستقبال، وبعد كده ببتدي اديله الرضعة بتاعته نصها بالظبط عشان خاطر العجل بيكون لسه منقول من مكان لمكان عشان اتعامل معاه تدريجيا بالراحة. وبعد ذلك ببتدي ارفع له معدل اللبن التدريجي بتاعه اللي هو الرضعة بتاعته الكيلو ونص، مع التزام عمليه النظافه بعد كل رضاعه والغسيل بصابون سائل. دي عجول اللي ظاهره في الفيديو دي عجول ما بعد الفطام بسم الله ما شاء الله، اوزان معديه 130 150 كيلو. لما نقول عجول بعد الفطام بالاوزان دي معناها ان احنا بنشتغل على نوعيه عجول عاليه الجوده وممتازه جدا الى ابعد مستوى بسم الله ما شاء الله. دي العجول يا جماعه اللي هي بعد الفطام من شركه جرين جولد. نرجع تاني لموضوع عمليات النظافه. بننظف بصابون سائل جدا عالي الرغوه، وبنطهر بديتول معقم بعد كل رضعه عشان السلامه وعدم انتقال الامراض. ديت العجلات اللي احنا بنقول عليها. طبعا العجلات ديت عباره عن 12 عجله، لو حد عاوز ياخدهم على بعض ماشي، حد عاوز ياخد حاجه منهم ماشي. دول عباره عن 6 عجلات هولشتاين
و4 عجلات مونبليار وعجلتين سيمنتال للي هو برضو عاوز يعني النتايات. طبعا النتايات دي منتخبة من أمهات عالية الإضرار في اللبن، وطبعا دي من مزارعنا، يعني النتايات متاخدة من سلالات جيدة